عارف يا يوسف، انا بكره الضلمه. بس مش الضلمه اللي هي قطع نور الكهرباء ده. انا بتكلم عن الضلمه اللي بتيجي لما الناس ترفض تنور. تخيل كده معايا حد اعمى لكن شاف اللي محدش شافه. حد فعلا فقد بصره بس ما فقدش بصيرته. وفي سنة 1926 كان في راجل كاتب كتاب عمل دوشة كبيرة. كتاب خلى الناس تكفره وناس تانية ترفعه لفوق. هو مش بس كاتب، ده كان مشروع نهضة. الراجل ده كان اسمه طه حسين. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الاول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا على طول. ليه طه حسين هو موضوعنا النهاردة؟ لان مصر النهاردة محتاجة فعلا ترجع تسأل نفس الاسئلة اللي طه حسين سألها يمكن من 100 سنة فاتوا. هو ليه الجهل بقى يعني هو السيد او المسيطر على الناس عموما؟ ليه صوت العقل ساعات بيتحسب ان هو كفر؟ وليه اول ما حد يقول حرية فكر الناس تقوم عليه تكفره؟ طه حسين مش مجرد اديب او ناقد ادبي، ده كان مفكر حر. وده لوحده جريمة في مجتمع بيخاف من السؤال اساسا. طه حسين اتولد سنة 1889 في قرية الكيلو في محافظة المنيا، وهو عنده 3 سنين فقد بصره بسبب رمد صديدي. ومع كده كانت دخل الكتاب، وبعدها على الأزهر على طول. وفي الأزهر كان بيحاول يفهم، بس كان النظام وقتها بيعتمد على الحفظ مش على الفهم. وهنا بدأ يتكون جواه السؤال الكبير: هو ليه ما ينفعش نفكر؟ ليه لازم نكرر وخلاص؟ وفي سنة 1908 سمع إن في جامعة مدنية جديدة اتفتحت، وهي الجامعة الأهلية المصرية. دخلها وقابل فيها أستاذه أم، أحمد لطفي السيد، وكمان أستاذه التاني مراد وهبة والشيخ محمد عبده. ومن هنا بدأ يتفتح على عالم جديد خالص، عالم العلم وعالم الشك كمان. وفي سنة 1926 طه حسين نشر كتاب في الشعر الجاهلي واللي ساعتها قلب الدنيا. في الكتاب ده قال إن جزء كبير من الشعر المنسوب لعصر الجاهلية ممكن يكون اتكتب بعد الإسلام، واعتمد في تحليله على مناهج علمية حديثة زي النقد التاريخي الأوروبي. لكن حصل ايه بعدها؟ الدنيا طبعا ولعت. اتهموه انه بيكذب القرآن رغم انه ما عملش كده خالص. شيخ الازهر نفسه في وقتها طلب سحب الكتاب، اتحقق معاه واتهموه بالاساءة للدين. لكن القضاء حكم طبعا ببراءة طه حسين. طب ليه الهجوم ده كله يعني؟ لان طه حسين قرر يستخدم العقل في منطقة كان العقل فيها يمكن ممنوع في وقته، لانه اختار يسأل ويشك، والشك وقتها كان معناه كفر عند ناس كتير. بالإضافة إلى كده كان في كمان حملات تكفيرية وتشويه لسمعته بشكل كبير يعني. ده مش بس هاجموه بسبب في الشعر الجاهلي الكتاب اللي كتبه ده، الهجوم استمر مع كل فكرة جديدة كان بيطرحها. وكمان قالوا عنه إن هو أداة الاستعمار ونشر الفساد وحاجات كده كتيرة يعني. طيب ايه الحقيقة؟ الحقيقة ان طه حسين كان دايما بيأكد على احترامه العميق للدين، لكنه كان شايف ان في فرق بين الدين والخطاب الديني. وكان بيقول إن الإيمان الحقيقي مش ضد العقل خالص، بل بالعكس، الإيمان اللي بيهرب من العقل ده ضعيف. طب هل لطه حسين كان دور فعلا في نشر الثقافة في مصر؟ طه حسين لما بقى وزير المعارف سنة 1950 رفع شعار التعليم كالماء والهواء، وسع التعليم المجاني، واهتم بتطوير المناهج، وكمان دعم الترجمة من الفرنسية للعربية. وكان شايف ان الثقافة مش رفاهية، دي حاجة ضرورية للوطن يعني باختصار الراجل ده كان شايف ان الجهل هو العدو الاول للانسان، وان مفيش تقدم من غير عقل حر ونقد مستمر. طيب ممكن الناس ترد ازاي على اللي بيكفروا طه حسين؟ يعني مثلا لو حد قالك طه حسين كان كافر، اسأله: هل الكفر ده بيبني اجيال وبيفتح جامعات؟ هل الكفر بيدعو للعلم والتنوير والتعليم المجاني؟
هل الكفر اللي بيقول ان العقل يا جماعة مش عدو الدين ده شريكه في الفهم؟ طه حسين مش ضد الدين يا جماعة خالص، طه حسين ضد الجهل اللي لبس وش الدين. في النهاية احنا محتاجين ان احنا نفهم مش نحاكم حد. يعني طه حسين سابق عصره بشكل كبير، ودلوقتي احنا في سنة 2025، احنا لسه محتاجين نرجع نقرأ اللي كتبه طه حسين علشان نفهم الراجل ده كان بيفكر ازاي، مش علشان نحطه في قوالب ونحاكمه خالص. نختلف معاه ده طبيعي، تختلف او تتفق، لكن نكفره يبقى احنا بنعيد نفس الضلمة اللي كان هو بيحاول انه يحاربها. وفي الوقت اللي كان فيه الكلام خطر، طه حسين قرر يتكلم، وفي وقت الناس كانت بتخاف تسأل هو قرر يشك، مش علشان يهدم لكن علشان يبني. وطول ما في ناس بتحارب النور احنا لازم نفضل منورين. في نهاية الحلقة ده كان عرض مقتضب لأهم أفكار طه حسين في منطقة نشر التوعوي الثقافي في مصر، وأهمية كتاب في الشعر الجاهلي. دي حاجات بسيطة من أفكاره، طبعا مش كل الحاجات اللي كتبها طه حسين أو مش كل أفكاره. لو حابب طبعا نعمل حلقة تانية عن طه حسين، اكتب لي تحت في الكومنتات رأيك في الحلقة دي، وقول لي حابب نتكلم عن ايه تاني، لأنه حقيقي احنا قدام عميد الأدب العربي طه حسين. في نهاية الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد من برنامج الفيلسوف. سلام.